ازاي تلعب ليج اكستنشن صح 100%؟ اول حاجه لازم تظبط قعدتك بان الجهاز كله يكون على مقاسك، الظهر وانت ساند عليه، وفي نفس الوقت ركبتك ما ينفعش ان هي تعدي الجهاز، لازم تكون لازقه فيه بالظبط بالشكل ده. هتمسك الهاند ده وهتبدا ان انت تلعب. التمرين ده من اهم التمارين اللي بتعزل عضله الكوادز، فمش لازم الوزن يكون عالي قوي، اهم حاجه تكون حاسس بالعضله وتعمل لها سكويز بالشكل ده. ولازم تنزل للاخر خالص عشان تستريتش الكوادز للاخر. ازاي تلعب ليج كيل صح 100%؟ اول حاجه لازم تظبط جسمك والماشين عليك. فجسمك لازم تظبط ظهرك تمام ان هو يكون مسنود كويس، والماشين لازم تظبط البتاعه دي وتقفلها عليك بالشكل ده وتبدا ان انت تلعب. اهم حاجه في التمرين ده مش الاوزان خالص، اهم حاجه انك تسكويز العضله او تعصر الخلفيات. فانا عايزك تثبت ثانيه لتحت وبعد كده تطلع تاني، وانت بتطلع بالراحه. ازاي تلعب هاك سكوات صح 100%؟ اول حاجه هتظبط جسمك على الجهاز، هتعرف هو بيقفل ازاي ويفتح ازاي، دي اهم حاجه قبل ما تحط اي وزن. فهتسند ظهرك، تمسك المقبضين دول وهتخلي جسمك كله لازق في الجهاز. هتخلي رجلك في نص الجهاز عشان تركز على الاماميات والخلفيات بالتساوي. اهم حاجه ما تخليش ركبتك تعمل لوك بالشكل ده، خليك دايما في السيف سايد، يعني اخرك هنا.